بس عايز تيجي على قدام. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أتم صحة وأحسن حال. صباح الفل، صباح التفاؤل، صباح كل حاجة حلوة على عيونكم. النهارده بقى كان يوم جميل جدا كده من اوله لاخره، انا وجيراني وجيران الجيران، وكنا بسم الله ما شاء الله كنا ياما قوي، وكان العدد كبير ما شاء الله يعني. فحبيت ان انتوا تكونوا معايا في اليوم الجميل دوت، وتتمتعوا معايا بكل لحظه فيه. صورت لكم كل حاجه في المنتزه وفي الرحله الجميله دي، وتعالوا نشوف هنعملوا ايه في يومنا النهارده. هنا كنا وصلنا بالسلامة الحمد لله، ونزلنا من الباص كلنا على خير وسلام. العيال تعالوا لو سمحتوا، تعالوا يلا كله في ايد بعض، كله في ايد بعض. كنا اول دخول من البوابة هنا كنا خايفين على العيال طبعا. اول حاجة يعني احنا ملدوعين قبل كده من الموضوع ده، فكنا خايفين على العيال جدا، ربنا يسلم يا رب. عايزه اقول لكم احنا وصلنا خلاص الحمد لله، وصلنا المنتزه، بندوروا على بقيتنا. لسه في ناس تانية، لا سيبيها، لا الجو النهارده بسم الله ما شاء الله حلو قوي. اجعله يوم سعيد كده على الكل يا رب. رجعوا بيوتنا بخير وسلام، احنا والاطفال اللي معانا وكبار السن. احنا قبل ما نروح قالوا لنا فيها هدم وتكسير يعني حلوه، يعني فيها حتت للقعاد، في عائلات ما شاء الله كتير برضه. في فوق وصل، واحنا الفوق التاني لسه في فوق تالت. خلي بالكم الكابلات دي، ريحه النجيله والورود والجناين جميله قوي اهو. المشكله بس ان هنا ايه، مفيش حته فيها ظل. احنا كل ده ماشيين وعمالين ندوروا على حته فيها ظل، فاحنا اخيرا لمحنا حته هناك اهو. حبه مننا راح والباقي لسه. المشكله ان الاولاد عايزين يقعدوا هنا عشان المراجيح، ولقوا الكام مرجيحه دول، وانا هتمرجح معاهم دلوقتي. لا ما خلي بالك، بصي ده عيل من العيال هنا. ما تبعدوش عن هنا، خليكم جنبنا. اول حاجه طبعا عملناها، فرشنا الحاجات اللي معانا عشان بس نقعد نريحوا، لان كان على بال ما وصلنا الحته دي كان مشوار المنتزه. عايزه اقول لكم دي مشاوير عشان نوصلوا للحته اللي احنا قعدنا فيها دي، ونلاقوا مكان يعني اهو فيه كام نخله مضللين علينا كده. مشينا حته كبيره قوي، وزقزوقه نايم اهو مش سائل في حد خالص، يعني سيبنا كلنا عمالين ندوروا نلف حوالين نفسنا وهو ممدد في النص ملوش دعوه بحاجه. اول حاجه عملناها طبعا فكرنا ان احنا نقعدوا نفطروا. هعمل لك اسف، هعمل لك لقمه موميتو. ها المكرونه عشان ما تبصش. ده ايه ده اللي هناك ده يا طنط بوسينه؟ ايه اللي هناك ده؟ ده بيت بالصدوق يا حبيبه قلبي. بيت بالصدوق؟ اتفضلي يا خدوجه، يا خدوجه من ايدي عشان تدعي لي. تسلم ايدك. انا ايدي حرام، لا خلي له الغدا هنجوع. هتقعد للمكرونه لا طعمه تحفه. في شاي حلوه ياما، معانا سخنه ومعانا بيتزا ببسطرمه. اقعدي يا صاحبي. ماتش دي بقى عمايل ايديا وحياة عينيا. ايوه جايبالي وسع يا جماعه، وسع. كل ده عشان البيتزا. يلا حبايبي، حته واحده تعمل حاجه. ايوه مش هتغير. هاخد يوم بقى ساكت اللي طبخت كده. دول قولوا لي ايه رايكم في البيتزا دي؟ ايه يا بابا؟ حلوه قوي، طلعت ايه؟ طعمها ايه؟ دول يلا قولوا لي ايه رايك؟ حلوه قوي. واو بجد؟ ايه حلوه؟ صحه وعافيه. اديهم بيتزا. ابنك هرب كده وابصه. عارفه معاذ طلعت رهيبه بصراحه.
رجال رودي رودي هتعرف رجال معين. رودي خدي حته البيتزا دي ورجال معين تختاريها عشان تقدري تلعبي. ايه قديمه يا روحي انا مش شايفاه قاعد على المرجحه. فظيعه تحفه. خدي يا كارما يلا هاتي حته بيتزا. يا جماعه لا 1000 لايك يا ريت يا جماعه. يعني 2000 لايك يا ريت 2000. وصلتوا معانا لحد هنا؟ ما تنسوش باللايك وتشتركوا. الضربه كويسه فولي وانا متجربعه كده. الميس بتاعتنا دي يا جماعه دي مربيه اجيال، خلي بالكم. يوسف طب تعالى هاتها. لو وصلتوا معانا لحد هنا ما تنسوش باللايك واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. لسه خليكم معانا، اليوم مليان ان شاء الله مفاجآت وحاجات جميله هتشوفوها معانا. لسه هنعملوا تحديات وهنلعبوا مع بعض، خليكم معانا. بس عايز تيجي على قدام خلي بالك. يا روحي على الجمال دي واقعه من الجوع. هتروح تجيب لك اخواتها وتيجي. يا ابني يا ابني لا يا معاذ يا معاذ بس بقى بس بقى حرام عليك تعمل كده، حرام عليك. لا انت بتقول لها تعالي كده وتعالي كده. لا خلينا لوحدنا. يعني انا ودودو عارفه معاذ لو وقع عليك ابو سينا هنقول له يا رحمن يا رحيم. انزل يا معاذ، معاذ انزل هتقعد على اللي قاعدين، انزل هتقع عليهم. بحاول اظبط معاك في الصوت بتبقى جايبه مصاصه على جينا فكره الالعاب بقى ان هو معانا الشباب هيقترحوا علينا كام لعبه كده، نشوف مين اللي هيقع مين اللي كسبان. تعالوا نشوف هنعملوا ايه. يلا خفوا شويه عشان تقعوا. واقع انزل يا باشا. وقعت يا مروان. 2 3 يلا ابدأوا. معاذ اللي حاول خد مكان حد فيهم. يلا ابدأوا من تاني. يلا عشان اللي هيكسب ليه 10 جنيه. يلا ايه معاذ ما في الاخر ماشي عشان ده صغير، عشان ده صغير. مين اللي في النص؟ يوسف ماشي. يلا واحد يلا اللي هيفوز ليه اهي ال10 جنيه دي هتبقى بتاعته. ايوه فانا طلع طب استنى طيب. لا هتبقى سهله قوي يا مروان طلع ماشي. يلا وصل معايا. يلا 1 2 3. انت وساجد اللي كسبته خلاص اقسموا ال10 جنيه دي بينكم. بس كده. انا عايزه اتمرجح. ها كلنا لا عادي حد يجي يركب انت عايزه اذا استنى ايوه كده. بالراحه هنقعوا. النضاره هتقع. النضاره رودي هتقع. يلا امشي بعيد بس ولا اقعدي يا روزي هتقعي. اقعدي هتقعي.
طيب يا قلبي بعيط ليه؟ بعيط كتير. يلا يا عيني هناك دي وصلت لما بعرف اللي قال من العيال مفيش انا اهو. مروان ماسكه. عايزه اقول لكم الشجره دي بقى، بصوا كلنا تسلقنا عليها، والمشكله ان هي اللي كانت قاعده تحت الشجره دي ميس بوسينه، فهي طول اللي قاعده خايفه ومرعوبه لحد يقع عليها. فانا هقول لها هنا اهوت هتقوم عليهم تاكلهم دلوقتي. اجي دوس ربنا يستر عليك يا بوسينه. يا بوسينه الحقيقه بوسينه. حلال فيكم. تقوليش جبلية قرود ومصدق يا بنت. المية جت على التليفون. بوسينة الحاجات دي طلعت في الكاميرا. بوسينة والله يا حلال فيكو. يا بنت الميه اللي بترشوها دي عندكم على بقى ميه. الميه ما هتلاقوا بتفرقوا عشان ميه بقى معطينا حاجه وقعت. ده بص ده ولا ايه؟ قمت اخيرا خيانوها. دي كلها حركات وهي صغيره وانا كبيره. العن بقى وانا كبيره العن. حطوا لايك. على المايك. على المايك. ارجو ان انتوا تكونوا استمتعتوا معانا في اليوم الجميل ده. بصراحه انا عن نفسي ضحكت لما قلبي وجعني من كتر الضحك. انا بضرب عيني كده من بعيد لقيت قصر المنتزه. بصراحه شكله شدني قوي. المنتزه كلها مناظر حلوه قوي. هناك هبقى هوريه لكم. مش عايزه اروح لحد هناك، انا مش عارفه قصر المنتزه هيبان من هنا ولا لا. عربيه الجولف دي بتتأجر بالنفر، كله شبط فيها دلوقتي، كان كله عايز يركبها. انا خدت بعضي ومشيت كده بعيد عنهم شويه، قلت اخد لكم كام منظر كده من المناظر الجميله اللي انا شايفاها. بصراحه كلها مناظر حلوه قوي، يعني الواحد مش عارف يصور ايه ولا ايه. انا مش عايزه اطول عليكم الفيديو، بس كل حاجه مناظر جميله جدا. كان اليوم كله ضحك وضحكنا كتير واتمرجحنا ووقعنا من المراجيح وهزرنا. كان اليوم كله والله الحمد لله الواحد فك شويه. فانا قلت ما ينفعش يوم جميل زي كده ماخدكوش معايا فيه. لو وصلتوا معايا لحد هنا متنسوش باللايك وتشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. انا مش عارفه انهي الفيديو هنا ولا لسه في مناظر جميله تانية. ارجع اقول لكم انا مهما اروح واجي في مناطق تانية ومحافظات تانية ارجع اقول عمارة اسكندرية مفيش اجمل من بلدنا بصراحة، وفيها حاجات جميلة ومناظر اجمل. احنا طبعا ما لفناهاش كلها، فمسيري هاخدكم في فلوج تاني ان شاء الله وهوريكم حاجات اجمل من كده. هنا اللي كانوا معانا بقى يعني سابونا، والاولاد كانوا في المراجيح ومصممين ان هم مش عايزين يمشوا يعني حبه مننا عايزين يروحوا ناحيه البحر، فهم راحوا سبقونا. انا بقى عشان ادور عليهم، العيله عايزين يروحوا لهم عشان يلعبوا مع بعضهم عند البحر، ولا لقيناهم وتهنا من بعض. فانا فضلت ماشيه في الحته دي، يعني سالي جبت اخر المنتزه دي، كانت اخر حته فيها. بعد كده مش عارفه بقى كان في ايه بصراحه، مشينا مشي كتير قوي. وبعد كده عشان نرجعوا لهم مشينا مشوار مش قادره اقول لكم قد ايه.
دي بعض المناظر كده، يعني زارعين الرصفان من هناك، بصوا من اولها لاخرها كده، ورود وزرع، مناظر جميله. الشاطئ ده بقى يعني كان شاطئ خاص، ويعني بيدخلوه عشان بس يأجروا اللانشات دي. احنا سألنا قلت له لو 6 نفار مثلا وأجروا اللانش من دوت، قال لي ب 600 جنيه ربع ساعة. فقلنا ليه يعني كتير قوي بصراحة. صرفنا النظر عن الموضوع ده، اكتفينا ان احنا بس نشوف المناظر الحلوة اللي احنا شفناها، والضحك والجري واللعبة اللي لعبناه حلو قوي. انا افتكر واحنا صغيرين كنا بنروح المنتزه دي، بصراحه كل الحاجات دي ما كانتش موجوده. يعني كل اللي انتوا شايفينه ده كان بحر. في جسر اسمه جسر الخشب ده احنا كنا بندوخه على بال ما بنلاقوه. فانا بصراحه لفيت المره دي، يعني قلت لازم هوصل له. كنا لما بنروحوها ساعات ومش بنعرفه نوصل له، كنت بزعل قوي، لان بتبقي واقفه فوق الجسر الخشب ده وتحتيك البحر على طول. فانا رحت اتصدمت لما عرفت اخيرا نوصلوا له. ففوجئت ان جسر الخشب فين البحر اللي كان تحتيه مش عارفه. لقيت طبعا داخلين بالبونة يعني في البحر. بصوا كل اللي انتوا شايفينه ده كان بحر. يعني قدام شوية هنطلع على الجسر الخشب ده. انا استغربت لما شفت المنظر ده، قلت انا بقالي سنين عمر يعني كتير قوي ما روحتش ناحية اللي هو الجسر الخشب دوت، ما شفتش كل المباني وكل الزرع اللي انتوا شايفينه والحاجات دي ما كانتش موجودة. يعني دخلوا بالبنى حتة كبيرة جدا من البحر. كل اللي انتوا شايفينه ده كل ده ما كانش موجود. يعني حتى في شاطئ العصافرة البوريفاج يعني البوريفاج ده كان 5 بوابات ولا 6 حاجة زي كده. كل دوت ما بقاش موجود، كل ده اتردم. وعاملين مباني، يعني انا لحد دلوقتي مش عارفه عاملين مباني عاملينه ايه. في بيقولوا هيعملوه كوبري علوي، وفي بيعملوه هيعملوه نفق. فاحنا مش عارفين لسه، ما بحثش على الموضوع ده. احنا كان الشاطئ بتاعنا المفضل البوريفاج. طبعا كان في برضو في قلب الميه كده زحاليق للعيال والحاجات دي، يعني حاجه اكوا بارك كده، بس حاجه كده على قدها. كنا بنحب نروحوها بصراحه عشان الحاجات دي. اهو الكوبري ده اللي انا بقول لكم عليه ده كان تحتيه ميه. دلوقتي تحتيه بنا ورصيف كده ماليه اول من اخر، والبحر في اخر الدنيا بعد الكوبري الخشب ده بامتار. حطوا اكسبلور. الاكسبلور مش هنا. بصوا انا هنا مش هين عليا اخلص التصوير بصراحه، لاني انا كنت مستمتعه. كل ما الاقي منطقه يعني مليانه زرع والخضار كده جميل وشكله جميل، ابقى مش هين عليا ابطل تصوير. قلت لازم اصور لكم كل حته جميله كده انا استمتعت بيها، وبالنظر ليها قلت لازم هصور لكم كل حاجه. بس هنا كنا خلاص بقى، يعني وصلنا لنهاية اليوم. كنا اخدنا المنتزه دي من اولها لاخرها وشوفنا كل حته فيها. بصراحه انا اول مره اروح المنتزه والف اللفه دي كلها، ما سبتش حته فيها، جبتها من شرقها لغربها زي ما بيقولوا. وصلنا هنا لاخر اليوم، كان يوم جميل قوي. كلنا الحمد لله اتبسطنا. احنا يا دوبك هنا كان وقت المغرب، احنا جايين هنا الساعه 10 الصبح ومروحين المغرب. قضينا اليوم كله هنا، كان يوم جميل. اتمنى ان انتوا تكونوا استمتعتوا معانا.
خلاص كلنا مروحين وكويسين مش قادرين نتكلموا حتى. كان يوم جميل قوي والله. اتمنى ان هو يعود تاني مع جيراننا وقرايبنا وحبايبنا كلهم. واتمنى ان انتوا تكونوا اتبسطتوا معانا برضو. بصوا وقت المغرب المنظر جميل جدا. احنا كلنا مروحين على عيننا بصراحه، ما كناش عايزين نروحوا بس خلاص تعبنا بقى مش قادرين نكملوا. قلنا حلو كده عشان اللي وراه اشغال بكره ان شاء الله توكل على الله، واللي وراه حاجات بكره في وراهم امتحانات بكره ربنا معاهم، مش هم اللي هيمتحنوا واقفين على الجنة امتحانات. اشوفكم فيديو تاني ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله. اللي احنا كنا مش قادرين وانت كنت